السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم وبداو بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم على الحبيب. في هذا الفيديو ان شاء الله اللي ما كنتش عواله نديرو، غير جيت نصايب الكيك ديالي المعتمد اللي كنصايبو دائما، وقلت ضروري ما نشارك مع البنات. هذا الكيك هذا اللي كتشوفوا معايا كي كيجي بهذا القوام هذا وبهذه الخفه هذه طراوه، وكيجي فتي وناجح من اول استعمال. قلت ضروري ما نشاركو مع البنات. فان شاء الله هذا الكيك هذا البنات اللي كتصايبيه في السيمانه وكتنساي الكيك السيمانه كامله، ما كتعاوديش تسولي فيه حيت كيخرج لينا كميه كبيره اللي كدوز لك الاسبوع كامل. بالاضافه الا كنتي مصايبه شي حاجه هكا اللي دوزي بها الاسبوع باش تهناي ما تبقايش تعاودي تنوضي تصايبي كل مره. فكيف كتشوفوا معايا البنات، هذا كيك الميروندينا، كيك الاسبوع اللي كتصايبيه وكتنساي الكيك السيمانه كامله. القاب القوام ديالو الخرافي ومذاق محبوبه الجماهير، مذاق الميروندينا. البنات كيجي المذاق خطير بحال الميروندينا، وهذا احسن حيت مصايباه في دارك وبيديك، كتقدمي لوليداتك حاجه نقيه. اما قدام ضيافك فعمرو غادي يحشمك، واللي ذاقو ضروري ما ياخذ المقادير معاه. كيف كتشوفوا معايا البنات، فالكميه كتكون كثيره. فانا ان شاء الله غادي نعمر هذه البواطه، وغادي نعمر بواطه صغيره. بالاضافه راه كلاو من وليداتي 2 طريفات، يعني راه الكميه كتدوز لك الاسبوع ان شاء الله كامل. فندوزوا المقادير وطريقه التحضير على بركه الله. فالمقادير هما 4 البيضات، 3 دراهم ديال الشكلاط مربعات محكوك في الحكاكه الغليظه، 2 ياغورت مذاق الفاني، كاس عنبه عامر سنيده، وكاس صغر منه عامر ديال زيت نباتيه، 4 الخمارات، 2 فانيات، والدقيق تقريبا 3 الكيسان ديال العنبه اللي كنحتاجو في هذا الكيك. فكيف كتشوفوا معايا خديت الخلاط الكهربائي، درت فيه قريصه ديال الملحه، وغادي نضيف ليه البيض 4 البيضات بدرجه حراره المطبخ، كاس ديال سنيده، و2 فانيات. فيمكن البنات اللي ما بغاوش يديروا هذه الكميه فيمكن لهم يقسموا المقادير، غادي يديروا غير 2 بيضات مع كاس ديال دانون، مع كاس ما عامرش ديال سنيده، والكاس ديال الزيت هو ما عامرش، وغادي يديروا 2 فانيات. من الافضل يبقاو 2 فانيات حيت كيعطيو النكهه زوينه للكيك. كيديروا 2 خمارات، وتقريبا كاس ونص حتى 2 كيسان ديال الفورس. فانا دائما كنديرها بهاد المقادير المضوبله، وكنديرها بالمقادير هكا. كنقسم المقادير على 2 فالطريقه بجوج كيجي الكيك ناجح. فعمرو ما غادي يحشمكم هاد الكيك البنات على ضمانتي. بعد ما خلطنا الخليط الاول فكنضيفوا عاوتاني كاس صغير ديال الزيت عامر، كنضيفوه والخلاط الكهربائي كيخلط مازال كيطحن. من بعد كنضيفوا 2 ياغورت الخليط ديالنا، فبعد ما كيندمج لينا ياغورت مع الخليط ديالنا فكنجيبوا اناء وكنكبوا فيه الخليط.
فكيبقاو لينا غير الخمارات والشكلاط والدقيق. فهنايا كنضيف الدقيق ديالي الكاس بالكاس، الدقيق اللي غربلته من قبل. وهنايا كنخلط باليد ديال الخلاط الكهربائي حيت ولدي ما عرفش فين دار ليا الفوي. فاكتفيت بهذه، قضيت بها الغرض. فكنضيف كل كاس وكنخلط مزيان، عاد كنضيف الكاس الاخر. فكيف شفتوا معايا دابا درت 2 كيسان. غادي نضيف الخمارات، عاد غادي نضيف الكاس الثالث. الخمارات اللي غادي نغربلهم حتى هما ضروري. فهنايا الشكلاط درت نصف الكميه خلطتها مع الخليط ديال الكيك، ونصف الكميه كنخليها على جنب، غادي نحتاجها في المرحله الاخيره. فهنايا كناخذ المول اللي دهناه بالزبده وشيتو بالفورس، كندير له فيه الخليط ديال الكيك. فكتشوفوا القوام ديال الكيك كيكون على هذا الشكل هذا. وكناخذ الشكلاط اللي خليته فكنديرو على الوجه ديال الكيك. فهاد الشكلاط هذا هو اللي كيعطيها المذاق ديال الميروندينا، حيت كيكون فيها الشكلاط من الداخل والشكلاط على برا. فهاد الشكلاط عكس الكاكاو، الكاكاو ما كيعطيهاش المذاق بزاف بحال هاد الشكلاط هذا، فكيعطيها المذاق، كيعطيها مذاق خطير صراحه. صافي الكيك ديالنا على هذا الشكل هذا كندخلوه للفران، الفران ديال الغاز عادي، كنطيبوه على نار ماشي مهيله لاقصى درجه. البنات بين وبين فديك النار مهيله بزاف كتخلي الكيك يطلع وكيعاود يهبط. وكنديروا النار ناقصه شويه على متوسطه، اقل من متوسطه. كنديروا العافيه من التحت حتى كيطلع الكيك وكيبدا يتحمر لينا من الوجه. كتكون البنات العافيه من التحت حتى كيبدا النقط ديال التحمر هكا على الوجه، عاد كنهبطوا الكيك لتحت، كتكون العافيه على الوجه ديالو. وكنخرجوا الكيك ديالنا وكنحصلوا على هذه النتيجه الغزاله هذه. فهاد الكيك البنات عمرو يحشمكم وغادي يولي معتمد عندكم، حيتاش ما كيحشمش صراحه. قليل ما كنظنش باللي ما غاديش يصدق لكم، 100% غادي يصدق لكم، كينجح من اول استعمال. المقادير اللي شفتوا معايا 4 البيضات و2 كيسان ديال دانون. بزاف الناس تقدر تجيهم كثيره، ولكن البنات راه كتخرج كميه كثيره. غادي تشوفوا معايا راه 2 بواطات اللي غادي نعمر، بواطه كبيره وبواطه صغيره. ما غاديش تندموا عليها ان شاء الله، تجربوها وتنجح معكم كيف ما كتنجح معايا واللي حاشمنا. ان شاء الله فيديو اليوم يكون نال اعجابكم. الى عجبكم ما تنساوش ديروا جيم الفيديو باش يطلع الناس واحد اخرين يستافدوا منه. بارطاجيوه مع اهلكم واحبابكم وكل من يهمه الامر ديال الوصفات الاقتصاديه. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد كنحطوه. الى فيديو مقبل ان شاء الله.